السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نقدم معكم حرشة كتجي رائعة، كتجي رطيبة وسهلة التحضير واقتصادية في نفس الوقت. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنسونيش من اشتراك في القناة الا ما اشتركتوش، ولايك الفيديو وتعليق باش هكذايا يطلع لينا الفيديو. ونبداو الفيديو ديالنا على بركة الله او الحرشة ديالنا. هنايا احتاجيت جوج فرماجات مثلث، تقدروا تستعملوا مربعات اللي كان عندكم، وقبصه ديال الملحه وثلاثه د المعالق ديال السكر سنيده. صافي غادي نخدموهم مزيان هكذايا شويه بسباتولا، غير باش هكذايا تحل ليا الفرماج ويتخلط مع السكر سنيده. من بعد غادي نحتاج الفوي، غادي نزيد هنايا 3 د المعالق ديال الزيت النباتيه، 3 حتى ل 4 د المعالق او ربع كاس ديال الزيت النباتيه. وغادي نعاود نخدمهم هكذايا بالسباتوله. وغنضيف دابا جوج بيضات بحراره ديال المطبخ. هنايا عندي بيض كبير. صافي هنايا غادي نخدمهم مزيان بالطراب اليدوي. الا بغيتو تستعملوا الهشوار تقدروا تستعملوا. المهم غادي نخدم هذا البيض مزيان حتى يتحل ويتحل داك الفرماج، ما يبقاش تكتلات ديال الفرماج هكذايا في الخليط. وغادي نضيف جوج كيسان ديال اللبن. هذا اللبن ديال العبار، الا عندكم ديال الباكيه تقدروا تستعملوه، غير غتحتاجوا قل ديال السميده. انا هنايا احتاجيت جوج كيسان، راه البنات زدت كاس الاخر، غير ما تصورش ليا داكشي علاش. صافي المهم الا نتوما درتو الكاس، الا درتو اللبن ديال الباكيه هو كيكون ثقيل، غتحتاجوا تقريبا الكاس ونص ديال السميده الرقيقه. هذه راه السميده رقيقه باش كنصوبوا هكذايا البغرير. صافي هنايا زدت واحد نص خميره ديال الحلوه. هاد الخميره ديال 11 غرام، الا عندكم ديال 7 غرام ولا 8 غرام تقدروا ديروها كلها. وصافي هنايا غادي نديرها في هاد المقله. انا غادي نطيبها فوق البوطه ماشي في الفران. تقدروا تستعملوا اي مقله عندكم ديال الطفال. انا الصراحه درتها في هذه ساعه بغيت نغطيها ما لقيت كي ندير، حيت عامره وتنفخت هكذايا مني كطيب وما قدرتش نغطيها نهائيا. نتوما الا عندكم شي مقله هكذايا كبيره تقدروا ديروها فيه. انا عندي غير بغيت نستغل هذه، ما كندير فيها والو، قلت بلاتي نطيب فيها هذه الحرشه هذه. ولكن الصراحه جات فيها غزاله، جات رطيبه تقول بحال شي كيكه. صافي هنايا درتها على نار هادئه، راه نقصت حتى اللفان. كما قلت لكم جربت نغطيها بالغطايات بالصواني والو، ما قدرتش نغطيها نهائيا، ما طلعت هكذايا وتنفخت كما كتشوفوا. وغادي نبقى كل شويه نميلها من هذه الجهه لهذه الجهه، يعني نكحزها باش تحمر ليا في الجناب. وراه وجدت معايا دغيا، واخا نقصت ليها العافيه دغيا. وصافي كان من بعد ما تحمرات رشيتها بشويه ديال السميده، وغادي نقلبها في هاد الغطايه هذه ديال الكاميله، وغادي نرجعها باش طيب من داك الوجه الاخر من الجهه الاخرى. راه ساهله يا البنات، سهله ومهله، وكتجي بنينه، كتجي خفيفه هكذا للفطور ولا الكوتي. كما كتشوفوا كل شويه كنديها لهاد الجهه من الجهه الاخرى للجهه المهم حتى كطيب من كاع الجوانب. صافي هنا غادي نشوف الا تحمرات نحيدها، الا ما تحمرات غادي نرجعها مازال حتى تحمر لينا.
المهم راه انا شفتها حتى لقيتها تحمرات وعاد حيدتها. الصراحه راه كتجي رائعه وكتجي خفيفه كما كتشوفوا وكتجي رطيبه ما كتجيش قاصحه نهائيا. اول مره نجربها باللبن كنديرها بالحليب او لا بالماء او لا نص الماء ونص الحليب. اول مره درتها باللبن الصراحه جات زوينه. شوفوا راه كتجي رطيبه تقولوا بحال الكيكه. وهكذايا تقدروا تحلوها تعمروها من الداخل ديروا فيها الفرماج ولا الزبده والعسل وحتى الشكلاط جات بالشكلاط الصراحه زوينه. انا صوبتها بالشكلاط شهيتها بالشكلاط بالنوتيلا جات غزاله. وحده درتها بالفرماج والعسل الصراحه كلهم جاو بنان وجاو هكذايا زوينين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وما تنساونيش البنات دعموني باللايك باش هكذا يطلع الفيديو. وراه عندي القناه هابطه بزاف كنتمنى هكذا تعاونوني غير بالبارطاج وباللايك فقط. وشكرا لكم بزاف على المتابعه وعلى الاستمراريه ديالكم في المتابعه ديال القناه ديالي. وغادي نخليكم مع التتمه ديال الفيديو. هنايا كما كتشوفوا خلط حطيت هكذا الفرماج ودرت من فوق منه العسل. صافي غادي نحاول هكذايا ندهنها وراه كتصبر معكم 3 ايام 4 ايام ما كيطرى لها والو. يكفي غير تغطيوها وتحطوها هكذا في الثلاجه او لا في المجمد كاع الا بغيتو هكذا تبقى عندكم بزاف. وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وغادي نقول لكم السلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.